السلام عليكم. بالنسبة لموضوع الخروج بالسيارة العراقية إلى السعودية، اللي تحتاجه أول شي جواز سفر للسيارة. جواز سفر تسويه عن طريق جمارك الحصوة أبو غريب، تكتب بالخرائط جمارك المنطقة الوسطى، يطلع لك الموقع مال جمارك الحصوة أبو غريب. أول ما تروح هناك توصل للجراج قبل ما تطب للمنفذ، قصدي قبل ما تطب للدائرة، اكو مكتبات 3 أو 4 بالباب صايرات. تطبق يمهن تنزل تقول له اريد اسوي خروجيه للسياره، راح يعطيك اوراق هو محضرها كاملات. تاخذ الاوراق، يستنسخ لك كان يعطيك اياها، ياخذ منك 10 تقريبا. تاخذ الاوراق وتطب انت وسيارتك داخل الجمارك. ابو الحرس بالباب حيسجل رقم سيارتك واسمك ويطببك. من الطب تطلع كليته قبال، تجيك فتحه على اليمنى تطب بيها، واول ما تطب بيها تاخذ يمنى همات، وكليته قبل يصير قبالك جملون. تاخذ الفايل مالتك وتنزل. اول شي تروح على الوارده، ابو الوارده يختم لك اياها، وراها يدزك على المدير، المدير يدزك على ابو الحاسبه وعلى ابو الصادره، وراها ترجع للساحه يكتبوا لك الاستماره مالتك اللي طوك اياها. ورا ما تكتب الاستماره يدزوك على التخمين، يخمنون السياره مالتك. التخمين والسياره حسب موديل السياره ونوعها. مثلا سيارتي قيموها ب 30 مليون، على كل مليون 3000 دينار ياخذون، هاي 90,000. واجور معامله 61,000، واستنساخ 10، ومن هنا ومن هنا تقريبا هاي اجور الدفتر كلفك بال 200 اقل اكثر حسب نوع سيارتك. من بعد ما تكملها من التخمين وتدفع بصندوق ال 61,000، ترجع للمدير، ومن المدير يدزك على المرور صفق، او المرور يكتب لك اياها، وراها تسلمها للمعتمد. المعتمد ياخذ الاوراق يوديها للمرور، يحجز السيارة، وثاني يوم يجي لك اوراق الحجز كاملة. ثاني يوم تروح انت تلقى الحجز مال السيارة كامل، هم تاخذها من عنده. تروح على الصندوق تدفع التخمين مال السيارة مالتك، وراها على المدير، وراها صادرة واردة حاسبة كاتب عدد، ورا كاتب عدد تروح تستنسخ، ورا استنساخ ترجع للمدير. هم شغلة ساعة، اول يوم ساعة وثاني يوم ساعة همات، ويكمل دفتر الخروجية. من بعد ما تكمل دفتر الخروجية تروح على أي مكتب مال سفر السياحة بالمنصور أو باليرموك أو وين أي مكان، يسوون فيزا مال السعودية اللي هي فيزا 3 أشهر. 3 أشهر مدتها ظل بالعراق، يعني مثلا تفيز ويعجبك ورا شهر ورا شهرين تطلع ماكو مشكلة، وتظل بالسعودية مدتها 90 يوم. سعرها يتراوح بين 200 دولار 190 دولار، هذا أسعار مالتها. ورا ما تفيز عاد تتوجه انت عن طريق منفذ عرعر، سواء كان من الانبار او من كربلاء. من توصل الحدود ما حاجه لا مخلص ولا شيء، يختم لك ابو العراقيه، وراها تدفع 15,000 فصل من العراقيه، يختموا لك يفتشون سياره هيك كلاوات شلون ما كان، وراها تعبر على الجانب السعودي. الجانب السعودي ما يحتاج الخروجيه مالتك، يحتاج بس سنويه. ياخذ السنويه مالتك، ينقل معلوماتها يمه، وراها تكرم يفتشون السياره عن طريق الكلب، ومن بعدها تدخل للسعوديه، يختموا لك عادي الجواز مالتك ويشوفون الفيزا. وراها اكو شركه مال تامين بالحدود صايره، الشركه هاي مال التامين تاخذ على الاسبوع تقريبا 38 دولار. انت مثلا عجبك تظل شهر وتسوي مثلا تامين مال اسبوع، هو تامين اجباري يعني اقل شيء اسبوع. انت عادي سوي مال اسبوع سعره تقريبا 40 38 دولار، وباقي الايام مو مشكله. او اذا تريد مثلا تسوي تامين حسب المده اللي ظال بيها، قلت يتضاعف، يعني تقريبا الاسبوع يصير ب 38 دولار، ووراها مثلا 20 يوم حاط لك عرض مثلا 60 دولار و70 دولار وهكذا. من بعدها ان شاء الله تتوجه حسب ما تريد انت، المدينه المنوره او حائف، وين تقدر تسوق. بالنسبه للبنزين من عرعر العراقية، قبل ما تطب عرعر اكو بنزين خانة، هاي اخر بنزين خانة قبل الحدود. حاول تفول معدة تفويلة كاملة، لانه وراها بنزين ماكو، بس يعني اكو بعرعر شوية بس ما تحتاجه، اللي عرعر السعودي تقريبا وراها 4 ساعات. الحائل بنزين خانة ماكو، ولا اكو اي محل، كل شي ماكو، تلاقيك صحراء فارغة ما بيها لا محلات ولا كل شي. فانت حاول تكون فول بنزين من هاي المسافة. ومن توصل ان شاء الله المدينة المنورة حاول تقعد بشارع قربان. شارع قربان بيه هواي فنادق، ويبعد عن الحرم دقيقتين بالسيارة أو 3 دقائق. ودائما اطلق السيارة بمواقف الحرم السفلية،
الساعة بالموقف ريال، يعني الساعة ب450 دينار، وهذا أفضل مكان تقعد فيه هو شارع قربان. أما بمكة فأنت حسب إمكانيتك، أكو من 100 ريال بالليلة أنت صاعد ونازل، وهكذا هاي الأسعار. وإن شاء الله يا رب طريق السلامة.